السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من مربي الحمام بيشتكي إن عنده النتاية بتلم قش كتير وتقعد في الطاجن كتير وما بترضاش تبيض، يعني كل مادة كده كل فترة تعمل كده. وفي برضو النوتي اللي هي المريحة برضو، الاتنين تقريبا على فكرة واحد، يعتبر هما الاتنين مشكلتهم واحدة. ايه هي بقى؟ اول حاجة نسأل الاول مربي الحمام، انت اشتريتها من غاوي وجاهزة على انها شغالة وانها تبيض عندك وتنتج، ولا كنت مربيها عندك وكبرت وعملت كده؟ طيب نمسك الاول الموضوع الاولاني حاجة حاجة كده ونقولها. اذا كنت انت مثلا اشتريته من واحد غاوي وقال لك دي هتبيض ومش هتبيض وما بيضتش، وقعدت تستنى شهر 2 3، ممكن تصبر لحد سنة، بتحصل. بس انا مستغربة انت يعني شفتها شهرين 3 ما بيضتش، يعني ما اتصرفتش ليه ما اتصرفتش؟ تاكل وتشرب وتعمل فرحان بيها ماشي، بس برضه انت لازم تفرح اكتر انها تنتج. يعني انت ما تسيبش الموضوع كده، لازم تدور وتسأل وتعالجها. إذا كانت مثلا نوعها من الغالي ولا حاجة وشاريها من غاوي، يمكن هو مثلا بعض الغواية ما عندهمش ضمير ان هم يدوك مثلا حمامة شغالة وبتنتج وكده ويديها لك. يعني الا اذا كان فيها حاجة بقى، معلش. انا عندي هنا يعني جوز كويس جدا ونضيف وشغال زي الساعة، ابيعه ليه؟ مش كده برضه؟ يعني دي حاجة، يعني نقطة. أنا مش بقول كل الغواة ما عندهمش ضمير، أنا بقول بعض الغواة. فإحنا لما نيجي نشتري حاجة من حاجة زي كده، أولا ثقة، ولازم برضه تقول له لو ما بضتش عندي شهر 2 3 ما بضتش أنا هرجعها لك. الغاوي بقى اللي ما عندهوش ضمير بيعمل إيه؟ بياخدها تبقى عنده بتقعد تبيض عنده كل 10 أو كل 15 يوم، يقعد كل مرة يعمل كده طول السنة ما بيريحهاش، وياخد البيض ويحضنه تحت البلدي والكلام ده لغاية لما خلص العنقود اللي عندها، خلاص يستنفذ كل اللي عندها. فممكن يسيب لك مثلا مرة ولا 2 وهو عارف بتقعد قد ايه وفاضل لها كام بيضة وهتسكت على كده وتبطل. الغاوي دوت القديم بيبقى عارف كل حاجة، يجي يقول لك خد اشتريها بالثمن الفلاني، نوعها حلو وغاليه وكل حاجه. طب ما جابتش حاجه عندك، ما انتجتش، انت تعمل ايه؟ يعني حاجه غريبه يعني بصراحه. يعني لازم تفكر شويه، تقول هعمل ايه واسوي ايه. لا، يا اما ترجعها له وتحذره بحاجه زي كده، يا اما انت بقى ايه خلاص يعني تشتري انت شباب احسن. مش هقول لك اشتري زغاليل يا سيدي، الزغاليل هتقعد 6 شهور بحالهم، هتفضل تاكل وتشرب 6 شهور علشان تستنى منها انتاج، صعب. انما لما تكون شباب وعليها رشتين 3، ولازم تتعلم يعني ايه عليها رشتين 3 عشان ما حدش يخمك، معلش في الكلمه انا اسفه يعني. لازم تعرف الاول انت ازاي تشتري الحمام، اذا كان حلو ولا وحش، وحد ثقه. ما تروحش السوق وتشتري وتعمل. لا، انا لما تيجي تشتري مثلا تشتري بلدي، تشتري كريزلي بره ماشي من السوق، يعني انت وحظك اهو ثمن قليل. انما الغالي ده بالذات عايز حد ثقه وحد مضمون، ولازم تقول له وتحذره لو ما بضتش عندي وما انتجتش انا هرجعها لك. مش تبيض عندك وتسكت انت وتقول ما بضتش تاني. لا، هو عارف انها كويس قوي انها هتبيض مرة او 2 وهتبطل، هتبقى عطال كده، هتبقى عطال. مش هقدر اقول لك استغلها في التحضين. اقول ايه؟ ده غالية، يعني حرام. فاول حاجة ان انت مثلا تشوف دكتور البيطري، لو كانت نوعها غالي لازم تشوف الدكتور البيطري هيقول لك ايه ويعالجها ازاي. يمكن عندها تكيسات، يمكن بتريح شويه. التكيسات دي على فكره علاجها سهل قوي، ان انت مثلا بتحط ميه في خل في الميه 5 سم في اللتر، وتقدمه لها 3 مرات في الاسبوع، تشرب منه على طول، ما فيهوش اي حاجه، بل بالعكس مطهر جدا جدا للمعده وللحمام كله. دي لو كان عندها تكيسات. وعايزه اقول لكم كمان حاجه مهمه، بلاش تاكلوا الحمام اللي عندكم ذره صفراء وذره بيضاء، فيها نسبه دهون كتير جدا جدا، ممكن تساعد على النضج انها تعمل تكيسات دهنيه وتعيق ان العنقود يتكون وتبيض.
دي حاجة من ضمن الحاجات. لازم الدكتور يشوفها إذا كانت مثلا مقرنصة، ممكن يعالجها، يعمل لها مثلا عملية ولا حاجة. دي ما لهاش علاج بصراحة إلا غير هو الدكتور كجراحة. دي لو كانت غالية. أما لو كانت أنت جايبها بلدي أو نوع تاني كده، ممكن تشغلها تحضير، ممكن تديها محفزات زي ما أنا قلت لك. إحنا دلوقتي أهي عندك، وأنت مش عايز توديها مثلا للدكتور مثلا، أنت هتعمل إيه؟ ما أصل هتكلفك. أول حاجة نديها أوميجا 3 حارق للدهون مع مية فيها خل. وبلاش طبعا الذره زي ما انا قلت لكم. وجربوا، في كتير قوي يقول لك طب انا باكل ذره كتير. يا سيدي ماشي، بس يعني في بيقبل الدهون والتكيسات وفي ما بيقبلش. انا عن نفسي هنا لما اديتهم ذره صفراء وكده كلوها وكده، لقيت في تكيسات على منطوره على جلدهم فوق، لونها اصفر عامله زي الجدري، ولا ما اعرفش هي جدري ولا ايه، انا مش عارفه. فلما بطلتها ما خلاص الموضوع انتهى. انا بقول لك على تجربتي، فانا مش بقول لك اجباري ان انت تعمل، انت ادرى بحالك في الاول وفي الاخر. انا بقول لك معلومه انا جربتها فبوصلها لك بس، فممكن تناسبك او ممكن ما تناسبكش. الحمامه ديت بنسميها عطال. ممكن ان انت تخليها كتحضين عندك، وتدي بصراحه ربنا تبقى كنز بجد بجد عندك. ازاي؟ ان انت مثلا كل ما تيجي تبيض بتحط اي زوج حمام بيجي يبيض من النوع الغالي او النوع النظيف او شكله كويس وصحته كويسه وعايز منه انتاج كتير، خد البيض وحطه للعطال ديت في اي وقت كان. هتبيض، هترقد عليه وهتاكل الزغاليل وهتبقى عادي خالص، كانها بالظبط دول هي اللي جايباهم. دي بالنسبه للمريح او اللي بتلم قش. طيب علاجها ايه؟ اوميجا 3 زي ما احنا قلنا. في محفزات لو هي مريحه شويه زي زيت الكرفس، جميل جدا وممتاز، بيساعد على الخصوبه للطرفين. 1 سنتي في الفم لمده اسبوع. زائد طبعا التحديق تهتم بيه، ولازم تحط ملح كميه كبيره. مش هتضرهم، هم بياخدوا المقدار اللي هم يكفيهم. كتر الحاجه قدامك في التحديق وهم هينقوا اللي هم عايزينه. وحط الحلبه، حصل حلبه، والكمون بيساعد على الخصوبه، وكمان بيساعد على اللي بتنتج بيضه واحده او بيضه صغيره. السمسم والحلبه والكمون والملح دوت بيساعد على انتاج البيض بكثره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.